بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه رسالة الأسئلة النجدية في مسائل الإيمان والتكفير المنهجية، وهي المناقشة العلمية المشهورة باسم الدمعة البازية، وهي أجوبة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ضبط وتعليق علي بن حسن الحلبي هداه الله. وهذه المناقشة العلمية تحتوي على أسئلة واقعية وأجوبة عميقة قوية في مسائل مهمة دقيقة جلية. وكان قد تقدم بهذه الأسئلة إلى سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله في مجلس خاص بعض المشايخ والدعاة وطلبة العلم على صورة محاورة ومساجلة، واشتهرت هذه المناقشة باسم الدمعة البازية. وسبب تسميتها بهذا الاسم هو بكاؤه رحمه الله عند ذكره لشيخه المفتي العلامة المحقق محمد بن إبراهيم آل الشيخ في لقاء بأعضاء التدريس بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض. وهذه المناقشة كانت في مسألة التكفير وحكم الحاكم بغير ما أنزل الله، فقد كان له في هذا موقف عظيم يدل على ثباته وقوة عارضته في المحاورة والبحث العلمي، فقد تصدى فيه لسؤالات جماعة من العلماء وطلاب العلم، وكان رحمه الله لا يتلعثم في الإجابة عنها ثابتا على رأيه. فقد كان بعضهم يحاورونه فيها محاورة تشبه المحاصرة، فكان صامدا في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من خالف، وكان يؤكد بأن التكفير لا يكون بمجرد المعصية ما لم تكن ثمة استحلال ظاهر معلن، وكان يقول وخلاف هذا مذهب المبتدعة والخوارج. كما قال صاحب مدارك النظر في السياسة أننا نناقش هنا قوما استحكمت فيهم شبهات الخوارج. فنبدأ على بركة الله في قراءته في هذه الرسالة الماتعة. ندخل بدون قراءة في المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي عبارة عن مجلس كان فيه بعض العلماء كما قلنا وطلبة العلم والمشايخ والدعاة. قال الشيخ ابن جبرين في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. قال سماحة أستاذنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كلام أستاذنا الشيخ الألباني رحمه الله في فتنة التكفير: يكفينا أن علماء جهابدة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما كلهم تلقوا أثر ابن عباس بالقبول ويتكلمون به ويتلقونه، فالأثر صحيح. قلت: وله طرق وألفاظ وأسانيد يجزم المنصف بثبوته بأقل منها، ولكن الاعتساف ظلم شديد. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد كلام الشيخ ابن جبرين، فقال الشيخ ابن باز: إذا لم يستحله، يعني حكم بالرشوة أو على عدوه أو لصديقه، يكون كفرا دون كفر. أما إذا استحل الحكم، إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا، إذا استحله كفر. لكن لو حكم بالرشوة لا يكون كافرا كفرا أكبر، يكون كفرا دون كفر، مثل ما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. قال أحد الحاضرين: الإشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك مسألة تبديل الأحكام الشرعية بالقوانين. فقاطعه الشيخ ابن باز بقوله: هذا محل البحث إذا فعلها مستحلا. فقاطعه السائل نفسه بقوله: وقد يدعي أنه غير مستحل. فقال الشيخ ابن باز: إذا فعلها مستحلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر.
ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم. قال المعلق: الالتزام هو الإقرار والاعتراف والإذعان، حتى لو لم يصحب ذلك بفعل أو عمل. والكثيرون يخلطون فيظنون الالتزام أمرا لا بد لكي يتحقق من أن يكون عمليا فعليا، وليس هو ضرورة كذلك مع وجوبه الحكمي شرعا. ومن وجوه استعماله الحق العلمي الصواب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى لما ذكر اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة قال: ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، أي أعتذر فإني مصاب ببعض الزكام. أي والتزم فعلها ولم يفعلها، التزم بمعنى أقر واعترف. ومنه أيضا كلام الشيخ العلامة بن عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن في مسألة الحكم نفسها، قال: ومن ترك التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. أي من تركه مع التزامه أي مع إقراره واعترافه به فله حكم أمثاله من العاصين. يقول ابن باز رحمه الله تعالى: من غير دين الله كالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم. فقال السائل نفسه: بدل الحدود، بدل حد الزنا وكذا وكذا. فقال الشيخ ابن باز: يعني ما أقام الحدود عزره، بدل القتل عزره. فقال الشيخ ابن جبرين: أو الحبس. فقال الشيخ ابن باز: أو الحبس. وقال السائل: وضع مواد عفى الله عنك، أي يقصد بها مواد قانونية وحكمها وحاكم الناس إليها. فقال الشيخ ابن باز: الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب. يستحل يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب. كفر دون كفر حتى يستحل. فقال السائل: حتى يستحل؟ الاستحلال في قلبه ما ندري عنه. فقال الشيخ ابن باز: هذا هو، إذا ادعى ذلك، إذا ادعى أنه يستحله. فقال الشيخ ابن جبرين: إذا أباح الزنا برضا الطرفين. فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا: كذلك هذا كفر. فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله: المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها، متسائلا. فقال الشيخ ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر. فقال سلمان العودة: لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا وفرضها على الناس، وهذه الشبهة، يقول المعلق في تعليقه: وهذه الشبهة نفسها تماما هي شبهة المدعو أبي محمد المقدسي الكبرى، والتي أقام عليها تسويده الأبتر الكواشف الجلية في كفر الدولة بل الدول المعاصرة الإسلامية. سبحانك اللهم. قال سلمان العودة: لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك. فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع أم لم ينسبه؟ هنا يسأله. فقال سلمان العودة: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك وجعلها بديلا. فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا. فقال سلمان: كفرا أكبر أو أصغر؟ فقال الشيخ ابن باز: أكبر إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا لم ينسبها إلى الشريعة فقط مجرد قانون وضعه فلا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي،
يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه. فقال سلمان: ما يفرق حفظكم الله بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما، والبعض يسميه التشريع العام، قانونا عاما للناس كلهم. فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر، وأما إذا لم ينسبه إلى الشرع يرى أنه قانونا يصلح بين الناس وليس هو بشرعي ولا هو من عند الله عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد. فقال سلمان: ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر. فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع. فقال سلمان: لا، قال: من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر. يقول المعلق: كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بعد موصول بمن فعل ذلك وقدمها على الشرع، هكذا لا تعلم حقيقته يقينا إلا بالاستحلال أو اعتقاد مساواته بالشرع وما أشبهه، كما بينه سماحة الشيخ. فتأمل: فكيف من حكم بغير ذلك من آراء البشر؟ لا شك أنه مرتد. فقال ابن باز: وإن كان فابن كثير ليس بمعصوم، وكلامه يحتاج تأملا، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع. فقال الشيخ ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون هو أحسن وأولى بالناس وأنسب لهم من الأحكام الشرعية. فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل. إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر. يقول المعلق: ومن قول سماحة أستاذنا الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالته نقد القومية العربية جاعلا مناط الحكم بالتكفير الاستحلال وما أشبهه ما نصه. وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال. فقال أحد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص. فقال الشيخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو كان شخصا يعين يكفر بذاته، يقال فلان كافر. إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو استحل الزنا يكفر بعينه مثل ما هو كفر، مثل ما كفر الصحابة الناس الذين تركوا بأعيانهم، تركوا أي ارتدوا تاركين الإسلام. مسيلمة يكفر بعينه، وطليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه. وطليحة هو طليحة بن خويلد رضي الله عنه، قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء: البطل الكرار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يضرب بشجاعته المثل، أسلم سنة 9 ثم ارتد وظلم وتنبأ بنجد ثم انهزم وخذل ثم رعوى وأسلم وحسن إسلامه لما توفي الصديق رضي الله عنه وسامحه، وكل من وجد منه ناقض يكفر بعينه. قال الشيخ الإسلام، يقول معلق: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: إن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه.
يقول الشيخ ابن باز: وأما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة. فقال أحد الحضور: لكن إذا ما نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين؟ فقال الشيخ ابن باز: من الكذابين. فقال السائل: لكن دون الكفر؟ فقال الشيخ ابن باز: نعم. أما إذا قال: لا، أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن من الشرع، فهو كفر. أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدعة معروف حكمهم. فقال عائد القرني: حسن يا شيخ، بعضهم يقول إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة. فقال الشيخ ابن باز: وهذا كان كما في الموطأ ومصنف عبد الرزاق المحلى، وراجع له البدر المنير لابن الملقن، انظر المغني لابن قدامة وغيره من الكتب. فقال الشيخ ابن باز: هذا اجتهاد له وجهه، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة. فقال سلمان العودة حفظكم الله: الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر فأولئك هم الكافرون. أقول: ما هو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر؟ فقال الشيخ ابن باز: هو محمول على الاستحلال على الأصح، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس: يحمل على كفر دون كفر، وإلا فالأصل هم الكافرون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل في هذا التسجيل المختصر. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.